إيه اللي ممكن يحصل لو كلب عضك؟ ناس كتير بتقول بسيطة نغسل الجرح وخلاص، بس الحقيقة لأ، لأن العضة دي ممكن تنقلك فيروس قاتل اسمه السعار أو الريبس، وده مرض لو بدأ مفيش علاج ليه. طيب تعالوا نعرف الفيروس بيتنقل ازاي. الفيروس بيتنقل عن طريق لعاب الكلب المصاب، سواء بعضة أو حتى لو اللعاب لمس جرح مفتوح. بيدخل الفيروس الأعصاب ويمشي فيها لحد ما يوصل للمخ، وهنا يبدأ يعمل أعراض خطيرة زي صداع، تشنجات، خوف من المية والنور. والمشكلة إن أول ما الأعراض دي تبدأ مفيش علاج فعال. لو الكلب عضك أول 10 دقايق هما الأهم. اغسل الجرح كويس جدا بالمية والصابون لمدة 15 دقيقة، ما تحطش كحول ولا خل ولا أي مطهر عموما. وبعد كده روح فورا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية. في المستشفى الدكتور بيقيم الجرح وهيسألك الكلب معروف ولا لأ. بعد كده هتاخد تطعيم ضد السعار 4 أو 5 جرعات على أيام معينة. ولو العضة غويطة أو قريبة من الراس أو الرقبة هتاخد كمان مصل مضاد للسعار اللي هو الإميونوجلوبولين، وده بيحميك فورا. طب إيه حوار إن الكلب ده معروف أو لأ؟ بص، لو الكلب معروف ومملوك لحد لازم يتابع عند دكتور بيطري. ولو الكلب مات في خلال 10 أيام لازم نكمل كل جرعات التطعيم. طيب لو الكلب عاشه سليم، الدكتور ممكن يوقف باقي الجرعات بعد ما يتأكد إنه فعلا مش مصاب. مرض السعار قاتل بنسبة تقريبا 100% بعد ظهور الأعراض، بس الوقاية منه بسيطة جدا لو اتصرفت بدري. فلو حصلت لك عضة حتى لو بسيطة ما تستهونش وامشي على الخطوات دي. وافتكر دايما معلومة طبية واحدة ممكن تغير تفكيرك كله. شارك الفيديو علشان توصل المعلومة دي لكل الناس، والسلام عليكم.